السلام عليكم متابعي الأوفياء. اليوم جيتكم بقصة قصيرة بالدارجة المغربية. كان في قديم الزمان في واحد الدوار معزول وسط الجبال، كان واحد الشيخ كبير في السن، نبيه ولسانه ما كينطق غير بالحكمة، وكانوا قاع الناس الدوار كيستشروه في الأمور والشؤون ديالهم. اللي جا عنده كيزحف كيرجع واقف على رجليه، واللي جا عنده مهموم كيرجع ناشط وفرحان. هاد الشيخ كانت عنده مكانة خاصة في الدوار، وكانت هدرته هي اللي مسموعة. كل شي كان غادي مزيان وبدون مشاكل، حتى لواحد النهار جمع الشيخ الناس الدوار كاملين وبغى يخبرهم بشي حاجة مهمة وخطيرة. فاش تجمعوا الرجال والنساء ديال الدوار كاملين قدام دار الشيخ، خرج وحط كرسي وسط الجماعة وبقى غير ساكت وعقله سارح، وحتى حاجة ما قالها. الناس بدا كيجيهم الملل، وكل واحد بقى كيشوف في الآخر. هو ينوض واحد وقال: وسي الشيخ، من الصباح وحنا كنتسناو ومازال ما قلتيش لينا علاش جمعتينا. وهو يجاوبه: هاد الأمر اللي غادي نقول لكم راه مهم وخطير، عطيوني ودنيكم وحلوا معايا عقلكم مزيان. خبرهم بأن من هنا ل5 أيام المياه ديال الواد اللي كيشرب منها الدوار كامل غادي تقطع، وغادي تبقى مقطوعة مدة ديال 5 أيام، ومن بعد هاد المدة غادي ترجع تدفق من جديد، ولكن اللي غادي يشرب منها غادي يحمق. هادشي علاش نصحهم باش يديروا خزان كبير ويخبيو كل ما في استطاعتهم انهم يجمعوه من الماء في هاد 5 أيام اللي بقات ليهم، وما يشربوا غير من المياه اللي جمعوا في هاد الخزان. بدا كل واحد من الحاضرين كيشوف في الاخر باستغراب وتهكم، وبداو كيضحكوا من كلام الشيخ اللي اعتبروه سخيف ومثير للسخرية، وقرروا انهم ما يعملوش بالنصيحة ديالو. وفعلا داكشي اللي كان تنبأ به الشيخ هو فعلا اللي وقع. دازت 5 أيام وهو يتقطع الماء من الواد، ومن بعد 5 أيام اخرى رجع الماء كيتدفق من جديد، وقع الناس ديال الدوار شربوا منه. اعتكف الشيخ في دارو، وفي هاد المدة بقى كيشرب غير من الماء اللي جمع قبل ما يتقطع الواد، حتى لواحد نهار قرر باش يخرج يشوف اش واقع الناس الدوار. تصدم فاش شاف كاع رجال ونساء الدوار حماقوا وتسطاو، وبداو كيديروا شي تصرفات وحركات غريبة، وغير كيشوفوه كيبداو يشيروا عليه بصبعهم وكيغوتوا: والحمق، والهبيل، والحمق، والهبيل. ولكن في الحقيقة راه هما اللي حمقين، اما الشيخ راه باقي بعقله. استمر الحال على ما هو عليه أيام وشهور طويلة، حتى بدا الشيخ كيحس براسو ولا معزول على ناس الدوار، وأن حتى حد فيهم ما بقى كيفهمه. شاف حتى عيا، ومن بعد تفكير طويل قرر أنه يدير واحد الخطوة جريئة. مشى الماء اللي كان جامعه في الدار قبل ما يتقطع الواد وخواه كاملو، ما خلى حتى قطرة منه، وهبط للواد شرب منه حتى عمر كرشو، ومن بعد دقائق ولا حتى هو كيدير نفس الحركات والتصرفات ديالهم، ولا حمق بحالهم. فاش شافوه الناس على ديك الحالة عاد بداو كيقولوا: الحمد لله الشيخ كان مسطي، دابا عاد رجع ليه عقله. ايوا يا الحضار، اشنو يمكن لينا نفهمو من هاد القصة؟ يمكن لينا نستخلصوا منها بزاف د العبار. أولها أن الأمور الصحيحة ما كتقاش أبدا بعدد الناس اللي كيديروها. يقدر يكونوا الآلاف كيقوموا بأشياء خاطئة وهما كيعتقدوا أنها صائبة، وانت بوحدك اللي كتدير الشيء الصحيح وبلا ما تعرف. لذلك خاص الواحد ديما يثق في راسو ويأمن بالقدرات ديالو ويكمل حتى النهاية، وعمره ما يشوف اللور. أما العبرة الثانية
فهي أنه ما كاين باس بعض المرات الشخص يتنازل على بعض الأشياء اللي كان كيعتبرها مهمة في حياته في سبيل إرضاء الناس اللي عزازين عليه. وانتم يا السامعين، شنو فهمتم من القصة؟ نتمنى تخليوا لي تعليق بشنو فهمتم من القصة، ونخليكم إلى فيديو لاحق إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.